تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر يوصف بالخطير بمدينة قصب التادلة ويشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. تفاصيل أوفر في بلاغ لوزارة الداخلية. في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن اليوم من توقيف عنصر يوصف بالخطير بمدينة قصب التادلة ويشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وذكر البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن مداهمة ورشة داخل مبنى سكني بحي مولاي بوعزة بهذه المدينة أعدت من طرف المعني بالأمر لتحضير وصناعة المتفجرات، حيث تم اكتشاف كميات هامة من مواد مشبوهة يحتمل استعمالها لهذا الغرض الإجرامي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور بحوزة المشتبه به على راية سوداء تجسد لما يسمى بالدولة الإسلامية، بالإضافة لهاتف نقال يتضمن تسجيل فيديو يتوعد من خلاله بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة باسم هذا التنظيم الإرهابي. وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة. في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن اليوم من توقيف عنصر يوصف بالخطير بمدينة قصب التادلة ويشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وذكر البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن مداهمة ورشة داخل مبنى سكني بحي مولاي بوعزة بهذه المدينة أعدت من طرف المعني بالأمر لتحضير وصناعة المتفجرات، حيث تم اكتشاف كميات هامة من مواد مشبوهة يحتمل استعمالها لهذا الغرض الإجرامي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور بحوزة المشتبه به على راية سوداء تجسد لما يسمى بالدولة الإسلامية، بالإضافة إلى هاتف نقال يتضمن تسجيل فيديو يتوعد من خلاله بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة باسم هذا التنظيم الإرهابي. وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة.